هخليكي تخزني اكتر من قفصين طماطم وفي ساعة واحدة. ودي طريقتي واللي معتمداها بقالي اكتر من 10 سنين، واللي لا يمكن اغيرها ابدا. ما هو اللي حماتها تحبها تديها سرها وتخبيها في قلبها، ودي الطريقة اللي حماتي علمتها لي بقالي اكتر من 10 سنين شغالة بيها. يلا بينا ندخل المطبخ ونقول بسم الله ونشوف الطريقة. نحضر اي كمية انت محتاجاها من الطماطم، تغسليها كويس وتحضري معاها قطعة من البنجر وكم قرن من الفلفل الاحمر البارد الحلو. هتغسليهم كويس، وبعد كده هتشيلي الجزء اللي بيكون في الطماطم من فوق ومن تحت بس، وهتقطعيها نصين. تسيبيها سليمة زي ما هي كده. تخلصي الكمية كلها وتنضفي الفلفل وتنزليه، وكمان قطع البنجر تقطعيها وتنزليها وترفعي وتغطي الحلة وترفعيها على النار لحد لما الحلة تغلي وكل الطماطم اللي فيها تستوي بالشكل ده. تسيبيها تبرد علشان ما تكونش سخنة على الخلاط اللي هتستخدميه، او تضربيها بالهاند بلندر، وكده بتكون ناعمة جدا وسهلة، وتعبيها في اكياس وتخزنيها. ولو انتي من النوع اللي زي اللي بيحب يصفي الطماطم، فتقدري تعديها على مصفى علشان تصفي منها اي قشر وتفل وبذر بيكون فيها. وده شكل التفل والبذر اللي طلع منها، اكيد ما بيكونش لطيف جدا خالص في الاكل. افضل ان تصفيها وبعد كده تعبيها في اكياس تلاجة وتدخليها الفريزر، او تعبيها في برطمانات وبرضو تحتفظي بيها في الفريزر، بتكون جاهزة معاكي تستخدميها في اي وقت. وكده الفيديو بتاعنا خلص. لو حاسه انك استفدت من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه. انا مطبخ نور عمري، وبقدم لك كل يوم معلومه جديده. ما تنسيش تعملي متابعه للقناه ولايك للفيديو لو عجبك الفيديو. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.